حقيقي بجد هي دي شقة العروسة اللي تفتح النفس على الشغل. هتقولي لي ليه يا دعاء؟ ما شاء الله حاجتها كتير وانتي هتتعبي. لا بجد ما شاء الله الحاجة كتير، ربنا يبارك لها ويسعدها ويهنيها يا رب. بس فاتحة نفسي على الشغل ليه يا دعاء؟ طبعا التزمت بالتعليمات اولا. ثانيا الشقة نفسها نظيفة وزي الفل ومريحة راحة نفسيا. بجد يا جماعة الناس دول من قمة الادب والاخلاق والناس المحترمة جدا اللي اتعاملت معاهم. سواء العروسة بقى مامتها اختها حتة السكرة، عقبال يا رب مامتها ما تفرح بيها يا رب. هتقولوا لي يا دعاء دي شكلها بنوتة وحيدة، زي ما انا قلت لكم اختها هي مش بنوتة وحيدة ولا حاجة، بس اول فرحة مامتها وجايبه لها الحلو كله بجد. ربنا يخليها لها يا رب. زي ما انتم شايفين كده الريسبشن كانت مفتحة كل حاجة والنيش منضفاه وملمعاه وحاطالي المفارش فيه. الريسبشن تحسوا ان الشقة يعني ريحتها فلة كده ونظيفة، تشتغلي بنفس وانتي نفسك مفتوحة على الشغل. هنا حاجة المطبخ بتاعتها، طبعا المطبخ صغير، وقالت لي يا دعاء يعني في عروسة اقول لها فتحي حاجة المطبخ تقول لي المطبخ صغير مش هعرف افتح الحاجة. حطيت لي في غرفة الليفينج كده الرفايع والبلاستيكات وعلب التلاجة والحاجات الرفايع كلها كده في الليفينج. في المطبخ بقى حطالي كل حاجة، الحلل الحاجات الأساسيات برضو اللي هتترص في المطبخ. هنا دي كل الحاجات اللي هي الرفايع زي ما انا قلت لكم. في المطبخ بقى حطيت لي كل الحاجات التانية. شفتوا مساحة المطبخ صغيرة جدا، بس على مين؟ ده تحدي مع العروسة ومامتها. حطيت لها والله يعني كل حاجة يعتبر في المطبخ، يعني حاجات بسيطة جدا اللي اتبقت. حطيت لها كده طقم ده كان طقم الاستانلس هي كانت مفتحاه، والطقم الصواني مفتحة كل حاجة، والطقم التيفال كل حاجة كانت مفتحاها وكانت مرصوصة قدام عيني وواضحة جدا. ملتزمة جدا بالتعليمات. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب. قد ايه حاجتها كانت قيمة وجميلة. وهتشوفوا معايا الشقة دي بعد الفرش في حتة تانية. هنا ده كان شنط اللبس، هنا المفروشات. السرير زي ما انتم شايفين فاضي وجاهز ان انا اشتغل عليه وارص عليه الحاجة اللي انا هطبقها واظبطها. تعالوا بقى نشوف شقة عروستنا بعد الفرش. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم دعاء باشا صاحبة قناة فرش عرايس طنطاوية. اللي أول مرة يشوف قناتي أنا دعاء بفرش شقق عرايس. اتمنى اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد في شغلي. أظن الشقة باينة ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك لها هي وعريسها يا رب، ويملاها لهم بالحب والخير والسعادة ويرزقهم فيها الذرية الصالحة يا رب، اللهم آمين. على ايدي اليمين وانا داخله من باب الشقه كده كانت الجزامه. في الريسبشن محطوط السفره كامله بالنيش بالبوفيه. مقابل ليها الانتريه على طول زي ما انتم شايفين النجف واحد اللي في الريسبشن. الطابلو اللي كانت عاملاه للترابيزه فوق الترابيزه بتاع السفره على طول حطيت لها رنر القمر دوت. حطيت شياله الكحك والفازة الكريستال وطبق الفاكهة. اللهم بارك يا رب. على البوفيه برضو حطيت لها الطقم الفزازة القمر دوت. حطيت برضو الصينية الجولد دي ومعاها الطقم الشمعدان الجولد. حطيت الزرع الاخضر اللي هي الصبارة الخضرا ديت كانت برضو شكلها شيك وجميلة جدا ما شاء الله. ده كده الشكل العام للبوفيه بتاع عروستنا. تعالوا بقى نشوف البوفيه ونشوف النيش اللي كان تحدي بجد ان ياخد الحاجة بتاع العروسة. زي ما انتم شايفين طبعا وفاكرين الشقة قبل الفرش كانت عاملة ازاي. هنا ده الطقم الصيني والطقم التاني اللي انت شفتوه الاسمر. اللهم بارك يا رب. الطقم الصيني بتاعها كان كبير 12. حطت لها كده بقيته في البوفيه كده، وحطيت جزء منه بره حطيت جزء منه في النيش. ما شاء الله ربنا يسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب. هنا برضو حطت لها الطقم الاكوبايركس دوت. ما شاء الله كان لونه هادي وجميل. كل حاجتها بجد ما شاء الله تسلم ذوقها هي ومامتها في الحاجة. ربنا يبارك لها يا رب. هنا ده كان مبرد المية. هنا بقى النيش اللي كان حقيقي تحدي. يعني هتقولوا لي النيش يا دعاء فيه حاجات كتير مليانة، قول الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب ويهنيها بحاجتها. بس ما شاء الله يا مامتها كانت جايبه لها زي ما انا قلت لكم الحاجه كتير، فاحنا كنا حابين ان احنا نحط لها كل حاجه في النيش بحيث ان هي تفرح بحاجتها وتستخدمها براحتها. هنا حطيت القاروره بتاعتها ديت القمر دي، وحطيت وراها طقم خشاف كريستال. هنا حطيت لها برضو طقم كاسات ار سي ار، ودمجت معاه طقم شوبات عصير وميه. ومن الجنب برضو حطيت لها طقم كاسات داخل فيه جولد كده. هنا بقى خليت الطقم دوت دخلت فيه الحاجات السيلفر شوية. حطيت الطقم الشاي والجاتو، حطيت هنا طقم كاسات سيلفر بوهيمي، وفي الجنب ده طقم كاسات سيلفر بوهيمي.
وعلى الاحراف حطيت طقم لونه كشمير كده واخد من طقم الشاي والجاتوه. هنا حطيت لها اللهم صل على النبي طقم كشاف، وحطيت وراه طقم قارورة شربات، بحيث ان انا استغل المكان وفي نفس الوقت انا رافعاه على كوبايات كده ويبقى ظاهر، ويبقى كل الاطقم بتاعتها ظاهرة قدام عينينا. اللهم بارك يا رب. حطيت لها من الجناب برضو اطقم كاسات جولد. ما شاء الله ربنا يبارك لها. هنا حطيت بقية الطقم الصيني، الطقم الشاي والجاتوه بتاع الصيني اللي انتوا شفتوه معايا في البوفيه. حطيت من الجناب طقم استكانات قهوة ومعاه طقم شاي وعصير. اللهم بارك يا رب. زي ما انتم شايفين ده كده شكل النيش بتاع عروستنا. قولوا ما شاء الله ربنا يبارك لها ويسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب. ربنا يجعلها شقة السعد والهنا عليها. بجد عروسة النهاردة من أحب الناس على قلبي. قد إيه كانت قمر ورقيقة جدا. وتحديتها في حاجة هقول لكم عليها واحنا مع بعض في الفيديو. عملنا تحدي مع بعض في الشقة وكسبت التحدي وجابت لي الشوكولاتاية زي ما وعدتني. هقول لكم تحدي ايه دلوقتي واحنا بنتفرج على شقة عروستنا. هنا في الانتريه مكون من 2 كنبة و2 كرسي فوتيه. عملت لها المفرش كده على الترابيزة. حطيت لها الوراقة بتاع المناديل وبونبونيرة. وهنا التقاطيق دي برضو وزعت لها عليها بعض الانتيكات بتاعتها. هنا برضو على المكتبة بتاع الشاشة حطيت الرنر الطويل دوت. وحطيت بقى طقم تسالي. هنا الشاشة بتاعتها كانت ماركتها LG ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب. كانت عاملة جنب الشاشة كده 2 أباليك كان شكلهم حلو جدا. وهنا كانت الساعة بتاع الحائط بتاعتها. وزعت لها بقى الكوشن كده على الانتريه بالشكل دوت. زي ما انا قلت لكم 2 كنبة و2 كرسي فوتيه. ربنا يبارك لها يا رب. ده كده كان شكل الريسبشن بتاع عروستنا. وزي ما انتم شايفين الستاير برضو قد ايه رقيقة وحلوة جدا جدا. ربنا يسعدها ويهني. كان في كده قطع جولد كده في قلب الانتريه. الترابيزة الرجول بتاعتها جولد ستانلس ما شاء الله. ده كده الشكل العام للريسبشن. دي الطرقة في طرقتين. الطرقة دي بتودي في حمام خاص بالضيوف وغرفة الأطفال. دي الطرقة بتاع غرفة النوم والليفينج وحمام بتاعها الخاص بيها. والمطبخ زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه هنبدا باليمين ونشوف الليفينج بتاع عروستنا. ده الليفينج طبعا لو انتم فاكرين اللي كان مليان رفايع المطبخ وحاجه المطبخ زي ما انتم كنتوا شايفينه معايا في بدايه الفيديو. هنا ده كان الليفينج. حطيت لها المفرش القمر ده كده على الترابيزه. حطيت لها الوراقه والزرعه الخضراء القمر دي ما شاء الله. بحس ان الزرع الاخضر بيدي روح حلوه بجد للمكان. وزعت لها الكوشن كده بالشكل دوت على الركنه. والطبلوهات بتاعتها ما شاء الله كانت جميله جدا. هنا دي كانت الغسالة الزيادة عندها. حطيتها في الجزء ده. والعلب اللي هي هتحط فيها الكحك العلب الكبيرة ما شاء الله. ده كده الشكل العام للليفينج بتاع عروستنا. ربنا يصلح حالها ويسعدها ويهنيها هي وعريسها يا رب. هنا ده كان الحمام بتاعها. عملت لها الفوط كده على الفواطة. كانت عامله كابينه شاور ورا الباب على طول. هحاول اوريها لكم دلوقتي ما شاء الله. هتقولي يا دعاء انت بتقولي ما شاء الله في الحمام. يا جماعه انا بسجل في بيتي. ده الفيديو ده اصلا بقاله فتره طويله قوي فرشاه مش لسه جديد يعني. هنا دي الكابينه الشاور بتاعتها. عامله وحده في الجنب كده من المطبخ زي بتاعه المطبخ المونتال تقريبا او خشمونيوم مش فاكره. كانت حاطه فيها بقى الشاورات والحاجات. الوحده دي حلوه قوي. بنصح اي عروسه تعملها في الحمام بتلم الحاجه بتاعتها. وخاصة لو هي جايبة حاجات كتير بتبقى حلو. هنرجع طبعا نشوف تفاصيل المطبخ تاني لان المطبخ تفاصيله كتير. اي نعم صغير بس تفاصيله كتير. هندخل غرفة نوم عروستنا ونقول ما شاء الله ربنا يسعدها ويهنيها هي وعريسها يا رب. الله اكبر الله اكبر. ربنا يبارك لها. الغرفة النهاردة قمر والتزامات. وبصوا استغلنا كل حتة في الدولاب عندها. وهي كانت جايبه لنا كمان مساعد كده في الغرفة. خد معانا حاجات كتير جدا. هنا التسريحة القمر بتاعتها ما شاء الله. ده السرير بقى. المفرش السرير ده اللي كان فيه تحدي. هقول لكم ليه. هنا عملت لها بالشموع القمر دي كده قلبين كده على السرير. المفرش ده يا جماعة المفروض ان هو المفرش السرير ده خامته حلوة جدا ونوعه غالي جدا. المفروض ان هو بيجي معاه المفروض يعني يجي معاه مخدة طويلة. لا دلوقتي 3/4 مفارش العرايس بتيجي 2 خدادية اللي هي المخدة الصغيرة والملاية والمفرش السرير.
لا هي المفروض بقى يبقى انا بنصح والله اي عروسه تبص في الحته دي، مفيش ما عادش فيه بيجي ما بيجيش مخده طويله، للمخدات الطويله بتاع السرير ما بيجيش كسو. العروسه قالت لي لا انا متاكده انا جايباه ومتاكده، قلت لها اتحداكي؟ قالت لي تحديني يا دعاء. وتحديتها وكسبت التحدي وطلعت المفرش مفهوش مخده طويل. بس بقى إيه جابت لي بقى شوكولاتايه، بجد حبيبتي تسلمي لي يا رب ما نحرمش منك. ده كده كان شكل التسريحه وراثه التسريحه، اتمنى ان هي تعجبكم اللي شفتوا معايا في الفيديو. هنا دي الستاير بتاع الغرفه، اللهم بارك يا رب. ده المساعد اللي هي كانت جايباه الغرفه، حطينا لها بقى فيه حاجات خاصه بيها، كان حلو قوي. تعالوا بقى مع بعض نشوف تفاصيل الدولاب. اكيد طبعا المفروشات اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو اللي كانت موجودة جنب الشباك دي مش هتيجي هنا، بس لبس العروسة جه هنا وحطينا برضو جزء من المفروشات. لبس العروسة اللهم بارك زي ما انتم شايفين ده كده، كل اللي طبقت لها الصيفي والشتوي، حطيت لها اللبس الشتوي كده فوق كده بالشكل دوت، وهنا العبايات، وتحت بقى هنا بقية اللبس كله ده كده صيفي بتدريج الالوان والتنسيقات بتاعتها. مظبطه لها كده الاشكال القمر ديت. بصراحه يعني الشقه دي انا بقيت افرشها بكل حب وبكل فن والله العظيم، بالتزامات العروسه واستقبالهم لينا واسلوبهم معانا في التعامل. قد ايه ناس محترمه جدا، ربنا يسعدها يا رب ويملاها لها بالذريه الصالحه. ولا اختها يا حبيبه قلبي، دي اختها ديت حته سكره يا جماعه بجد والله، ما سابتنيش في الفرش خالص، وكانت واقفة معايا وكانت فرحانة جدا لاختها، ربنا يخليهم لبعض ويسعدهم. هنا حطيت لها فوط للاستخدام وملايات للاستخدام، كوفرتا اللي انتوا شفتوها كوفرتا شتوي كده للاستخدام، ما شاء الله اللهم بارك يا رب. هنا حطيت لها بقى الحاجات اللي هي مش هتستخدمها دلوقتي، هي لو حابه تستخدمها بعد كده تستخدمها، بس مني انا بزينها فما حبيتش ان انا احطها لها. حطيت لها الكوفرته ديت وزينتها لها كده بالشكل دوت وملايات برضو. وهنا رصت لها رصة الفوط القمر ديت. اتمنى ان بجد ان الدولاب النهارده يعجبكم ورصة النيش بتاع عروستنا تعجبكم. لو عجبتكم متنسوش تحطوا اللايك والكومنتات الحلوه بتاعتكم عشان تحفزوني انزل لكم بقيه الفيديوهات اللي عندي. ان شاء الله انتوا عارفين ان احنا في رمضان، خلاص رمضان خلص وداخل علينا العيد، كل سنه وانتم طيبين. انا حزينه بجد ان شهر رمضان خلص، من احسن الاشهر اللي انا بحبها في السنه. وان شاء الله كل سنة وانتم طيبين، داخل علينا العيد بقى وهنزل لكم بقية الفيديوهات ان شاء الله اللي عندي. هنا ده كان المطبخ بتاعها، هو اي نعم مساحته صغيرة بس هي مستغلية كل جزء فيه، كانت عاملاه لحد السقف. حطينا طبعا كل حاجة في المطبخ، حابة اوريكم الإضاءة اللي كانت عاملاها في المطبخ قد ايه كانت جميلة جدا. ده كده شكل مطبخ عروستنا بعد الفرش، ربنا يبارك لها يا رب. دي التلاجة بتاعتها كانت ماركتها شارب ما شاء الله. هنا البوتاجاز كانت حاطاه ما بين التقفيلة بتاع المطبخ، كانت ماركته فريش. دي غسالة الأطباق وايت بوينت، غسالة الأوتوماتيك بتاعتها كانت ماركتها فريش. هنا أنا بحب صراحة إن العروسة تحط الغسالة الأوتوماتيك في المطبخ، بتتبهدل حقيقي يا جماعة في الحمام. هنا الميكروويف والفرن كانت حطاهم فوق بعض كده في الوحدة التقفيلة بتاع المطبخ. هنا وزعت لها بقى على الرخامة، خصصت لها الجنب ده كده زي كوفي كورنر. حطيت لها برضو طقم التوابل ده يبقى قريب من ايديها للاستخدام. حطينا الاير فراير، ظبطت لها الدنيا زي ما انتم شايفين، ربنا يبارك لها يا رب. عذرا بقى على الصوت اللي بره، انا نفسي والله منتج لكم فيديوهات من زمان، بس حقيقي في ناس حوالينا بيشتغلوا يعني وكده فالصوت عالي، مش عارفه منتج خالص. زي ما انتم شايفين كده كانت الاجهزه الكهربائيه في الوحده دي الكوبايات بقى الزياده عندها حطيتها لها كده بعلبها فوق. بصراحه استحرمت ان انا افتح كلها، احنا فتحنا حاجات بما فيه الكفايه. هنا الطقم العشاء البورسلين، حطيت لها برضو الكوبايات اللي هي حابه تستخدمها في التقديم الفتره الاولانيه. ما شاء الله ربنا يسعدها. ودي برضو بقية الكوبايات اللي هي عانتها اللي انا عدتها لها من غير استخدام. هنا حطيت لها اطقم ملامين كده، اطباق ملامين بتاعتها. هنا برضو حطيت حاجات محبتش ان انا ازحم الرخامة، فرفعت لها الحاجات الزيادة عندها على الرخام. هنا حطيت الطقم الميلامين دوت للاستخدام. وهنا حطيت الطواجن البورسلين كلها والطواجن البايركس باستغلال المساحات والله العظيم، يعني استغليت المساحات على قد ما اقدر. ده برضو طقم ميلامين تاني، هي برضو حابة تستخدمه بقى هتجيب سلم وتطلع له، وانا حاولت ان انا اعمل اللي عليا، احط لها الحاجات اللي هي هتستخدمها قريبة من ايديها في الاستخدام. هنا دي بقية الطواجن البايركس بتاعتها.
في الوحدة دي بقى حطيت الخلاط، حطيت الكبة والحاجات اللي هي تستخدمها قريبة من ايديها تنزل على الرخامة على طول مكان الزبادي ورا في الجنب. هنا حطيت لها صواني الكيكة كلها والقلايات، والضلفة معايا عميقة لجوه حطيت لها اللي قالت لي هستخدمه الاول قدام عينيها والزيادة دخلته لها لجوه. فوق بقى خالص كده علب التلاجة بأكملها. هنا دي كانت ضلفة النيش بتاع المطبخ. اللهم بارك اللهم بارك يا رب، ربنا يسعدها ويهنيها. ضلفة النيش ديت برضو حطينا بقى كل الحاجات اللي هي هتستخدمها. ما شاء الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين يعني ما يقلش حاجة عن نيش العروسة بره، يعني في كل حاجة جميلة برضو شيك جدا. والله بجد مامتها ذوقها حلو، جايبه لها كل حاجة، اطقم كاسات للاستخدام سايبها لها تبقى قريبة من ايديها، طقم شوبات للعصير اللي هي برضو تستخدمه، طقم شربات، وحطت لها كل الاطقم بتاعتها. هنا رفعت لها الطقمين الحلل الجرانيت والسيراميك حطيتهم لها فوق كده بالشكل دوت. الطقمين احلى من بعض والواناتهم حلوه قوي بجد، تسلم ايديها ويسلم ذوقها بجد في اختيار حاجتها هي ومامتها. هنا الادراج دي في الرفايع للرفايع كلها، وزعت لها كده الرفايع بالشكل دوت. منظم المعالق حطينا فيه برضو المعالق وبقيه الرفايع بتاعتها. تحت هنا برضو حطت لها بقية الرفايع. تحت المفروض ان هو درج التربو للخزين، بس لا، على مين، حاجة العروسة كتير استغليناه. حطينا بقى فيه فوط مطبخ، مريالة للمطبخ، حاجات خاصة بالمطبخ بتاع عروستنا. هنا حطت لها الطقم التيفال والطقم الاستانلس بالكنك الاستانلس، حطيته كله في رف واحد بحيث ان انا استغل المساحة كلها. حطيت في الجنب كده صواني ميلامين تستخدمها. تحت كده بقى كل البلاستيكات بتاعتها، علب التلاجة اللي هي الصغيرة لو هي حابة مثلا باقي عندها حاجة بسيطة وحابة علبة صغيرة او حاجة تبقى قريبة من ايديها، لان الباقي طبعا عالي عليها فوق. ده كده شكل العام لمطبخ عروستنا. اتمنى ان تفاصيل المطبخ تعجبكم، واتمنى ان شغلي يعجبكم النهاردة في شقة عروسة النهاردة. تعالوا بقى مع بعض نشوف دولاب الاطفال اللي استغلينا فيه كل المساحة. دي الطرقة التانية والستارة بتاعتها. ده الحمام الخاص بالضيوف هنرجع له تاني، ان الباب كان معلق معايا مش راضي يفتح معايا. هنا بقى هنشوف الغرفة دي، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لها ويرزقها فيها يا رب بالذرية الصالحة ويهنيها هي وعرسها. ما شاء الله الغرفة دي برضو تفاصيلها قمر قوي. وبرضو المفرش بتاع السرير ما فيهوش كيس مخدة طويل. يا ريت والله ان الناس اللي بتعمل المفارش دي تعمل كيس مخدة طويل، لان مش كل العرايس بتجيب الخدديات بس، في عرايس بتجيب خدديات بس وفي عرايس بتجيب مخدات طويل. الدباديب اللي انتوا شايفينها في الارض دي كانت جايه مع الفوط بتاع الاطفال. ما شاء الله ده الديب فريزر بتاعها. هنا ده شكل الدولاب العام من بره كده بتاع الغرفة. تعالوا بقى نشوف رصينا الدولاب ازاي واستغلينا ازاي كل مفروشات العروسة في الدولاب. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب. دي كده رصة الدولاب كاملة على بعضها. حطت لها فوق لحاف للسرير الكبير وجنبيه كوفرتة بالملاية بتاعتها للسرير الكبير. هنا دي فوط، وتحت برضو دي ملايات للسرير الكبير، وهنا برضو ملايات للسرير الكبير. اللهم بارك الملايات المشجرة. انتوا شفتوا طبعا الملايات السادة حطيتها هناك. دي دفاية برضو للسرير الكبير وكوفرتة للسرير الكبير. دي هنا لحافين أطفال، حطيت واحد بالعرض وواحد بالطول وجنبيه دفاية للسرير الكبير. دي برضو بطانية مورا ما شاء الله حلوة قوي. حطت لها 2 مفرش قطيفة للسرير أطفال هنا. وده كده كان شكل دولاب غرفة عروستنا. زي ما انتم شايفين مستغلين كل مساحات، والله العظيم مستغلية كل المساحات وحاطه لها كل حاجتها. بس للأسف هي اتبقى برضو عندها مفروشات اتحطت تحت السرير. هنا برضو حطيت بطانية و2 دفاية أطفال تحت اللبس بحيث ان انا احط لها اكبر كم من المفروشات بتاعتها في الدولاب. فوق بقى هنا حطيت المفرش القطيفة بتاع السرير الكبير و2 بطانية اطفال وزينتها لها بالتزيين القمر دوت. بجد فرحة العروسة بالدولاب بعد ما انا فرشته وشافته بقت هتنهبل عليه. انا ببقى فرحانة قوي باللحظة دي. وهم اصلا قالوا رأيهم في الكومنتات في شغلي في فرش شقة العروسة النهاردة. ملايات الاطفال برضو حطيتها هنا. هحط لكم رأي العروسة ومامتها واختها في اول كومنت مثبت. فيديو هما كانوا مصورينه يعني صوروه قالوا فيه رأيهم. هبحط لكم اللينك وتسمعوا رأي العروسة ومامتها. وبكده نكون خلصنا جولتنا في شقة عروسة النهاردة. اتمنى بجد ان الشقة تعجبكم، واتمنى بجد تدعوا لها دعوة حلوة من قلبكم ان ربنا يصلح حالها ويساعدها هي وعريسها وتملاها بالحب والخير والذرية الصالحة يا رب، اللهم امين.
هنا ده الحمام الخاص بالضيوف زي ما انتم شايفين، القعدة والحوض فقط لا غير، ده خاص بقى لاستخدام الضيوف. كده خلاص خلصنا جولتنا في شقة عروسة النهاردة. متنسوش تقولي رأيكم في الكومنتات، وانتظرونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة